السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الثانوي العام والأزهر. النهاردة عندنا شرح أول درس تاريخ ودرس الحضارة والتاريخ. فلو أنت أول مرة تتفرج علينا تشجعنا باللايك، تشترك في القناة، تصلي على النبي في الكومنتات، تشارك أصحابك الفيديو. طب لو أنت بقى من الناس اللي متابعينا من السنة اللي فاتت في ثالثة إعدادي، طبعا ما تنساش تعمل الشير وتصلي على النبي في الكومنتات واللايك الجميل. هنبدأ زي ما احنا قلنا النهاردة درس الحضارة والتاريخ. يبقى أنا النهاردة هتكلم عن حاجتين، عن موضوعين. يعني إيه حضارة؟ يعني ايه تاريخ؟ هتبدا بيها مستر معتز. هبدا بالحضاره. يعني ايه الحضاره؟ ثمره اي مجهود يقوم به الانسان نتيجه تفاعله. هي مع ايه؟ نتيجه تفاعله مع البيئه. ليه يا عم؟ لتحسين ظروف حياته على وجه الارض، عشان ماديا او معنويا. ليه؟ لتعمير الكون الذي يعيش فيه. يبقى تاني، الحضاره هي ايه؟ ثمره اي مجهود يقوم به الانسان نتيجه تفاعله مع البيئه لتحسين ظروف حياته على وجه الارض، لتعمير ماديا او معنويا لتعمير الكون الذي يعيش فيه. طب يا عم معتز، ده كده لو جه قال لي حضاره، في حاجه تانية عن الحضاره؟ يعني في تعريف تاني عن الحضاره؟ طبعا في تعريفات كتيره جدا عن الحضاره، هناخد منها واحد بس. تعريف الحضاره عند ولد يورانت. مين عنه معتز ولد يورانت ده؟ ولد يورانت ده مؤرخ وكاتب امريكي. بيقول ايه عن الحضاره؟ نظام اجتماعي يعين الانسان على زياده انتاجه الثقافي. نظام اجتماعي يعين الانسان على زياده انتاجه الثقافي. يبقى الحضاره هو يا باشا نظام اجتماعي يعين الانسان على زياده انتاجه الثقافي. ولد يورانت ربط الحضاره بالامن. يعني ايه يا مستر معتز ولد يورانت ربط الحضاره بالامن؟ قال لك في امن يبقى في حضاره، مفيش امن مفيش حضاره. مع بعض كده. ليه يا عم؟ قال لك دلل الاول. ده سؤال دلل. طب اجابته هتبقى ايه؟ قال لك فعندما يتحرر الانسان من خوفه تظهر لديه دوافع التطلع وعوامل الابداع والانشاء. والانشاء والانشاء والانشاء. الحته ديت كده اختار والانشاء للمضي في طريقه لفهم الحياه وازدهارها. تاني يا باشا عندما يتحرر الانسان من خوفه تظهر لديه دوافع التطلع وعوامل الابداع والانشاء. والانشاء ليه؟ للمضي في طريقه. والانشاء للمضي في طريقه لفهم الحياه وازدهارها. يبقى دلوقتي ولد يورانت ربط الحضاره بالامن والامان. يبقى فيه انشاء، يبقى فيه مباني، يبقى فيه تعمير. يبقى ده سؤال اختار بين السطور. يعني هو يجي يدلل ويجي من جواه ايه يا باشا؟ اختار. يبقى انا دلوقتي عرفت الحضاره التعريف العادي، عرفت الحضاره عند يولد يورانت، ربطنا الحضاره بالامن والامان، وقلنا الكلام ده دلل، وقلنا كل حاجه عن الموضوع ده. وفي الموضوع هنا قال لك لا يا باشا ما خلصش كده. انتقل الحضاره من منطقه لاخرى عباره عن ايه؟ سلسله متصله الحلقات. انتقال الحضاره من منطقه لاخرى مالها؟ عباره عن سلسله متصله الحلقات. يعني ايه يا مستر معتز سلسله متصله الحلقات؟ قال لك تعالى يا باشا دلل الاول وركز معايا، لان كل سنتوفه جوه الحنتوفه هتظهر دلوقتي. تعالى يا باشا هتلاقي شكل رهيب ظهر. الله يرضى عليك يا مستر معتز، فهمني كده ايه ده؟ ده اجابه السؤال. يعني هو لما يجي هكتب له كل ده، على فكره كل ده ما يعملش اربع سطور، فمش عاوزين قلق ووجع دماغ. فركز معايا عشان الاهم من الحته تدلل هي اسئله اختار اللي انا هطلعها لك من هنا. ده اهم حاجه عندي. تعال يا باشا تعال. بدات في الشرق، الحضاره بدات في الشرق. دي كده اول حاجه اختار. انتهت فين؟ انتهت في الغرب. مستقره فين؟ مستقره في الغرب دلوقتي. انت لسه ما دخلتش جوه ومطلع لي سؤالين اختار. انا هطلع لك من الحتت ديت اصلا اسئله امتحان. يبقى اصل الحضاره او بدايه الحضاره او الموطن الاصلي للحضاره في الشرق. ازاي يعني؟ قال لك بدات في مصر، حضاره بلاد بين العراق النهرين، وحضاره بلاد فارس، وكلهم حضارات شرقيه. يبقى هو بيقول لك ان الحضارات بدات في مصر وبدات في العراق اللي هي بلاد بين النهرين، وبدات في فارس، وكل دي حضارات ايه يا معلم؟ حضارات شرقيه. ثم انتقلت الى الغرب، سابت الشرق وراحت الغرب. راحت فين في الغرب؟ قال لك اليونان والرومان. اليونان والرومان، الرومان واليونان يبقى اول حاجه اليونان، وبعد كده راحت الرومان. يبقى مين رقم واحد في الغرب؟ اليونان. مين رقم اثنين في الغرب؟ الرومان. اوعى تقول لي دي اختار اختار. انت مش سايب لي حاجه ان انا افكر فيها؟ لا مش هسيب لك حاجه تفكر فيها. انا كل حاجه اقول لك خد فين على طول. مش هديك فرصه ان انت تقوم من قدامنا كده مش مظبط امورك.
فانا عاوزك صاحي كده ومزقزق معايا ومفقفق معايا عشان نطلع من كل حته. طب احنا قلنا بدات في الشرق، يعني موطنها الاصلي الشرق، راحت الغرب، بعد كده غادرت الغرب لتعود للشرق، يعني سابت الغرب رجعت للشرق. ايه اللي هيحصل يعني؟ فكانت الحضاره الاوروبيه الحديثه، صح ولا غلط؟ غلط. فكانت الحضاره الاسلاميه اللي استقرت في الاسلام حوالي ما يقرب من 1000 عام. فكانت الحضاره الاسلاميه، ثم سابت الشرق لتستقر في الغرب، ثم عادت للغرب، فكانت الحضاره الغربيه الحديثه. يبقى بدات في الشرق، مستقره حاليا فين؟ في الغرب. بدات في الشرق، نحفظها بقى تدلل بقى. بدات في الشرق في مصر، بلاد النهرين، العراق، بلاد فارس كلها حضارات شرقيه، ثم غادرت الى الغرب في بلاد اليونان والرومان، ثم غادرت الغرب لتعود مره ثانيه الى الشرق لتقرب من 1000 عام الحضاره الاسلاميه العظيمه، وانتقلت مره اخرى الى الغرب، فكانت الحضاره الغربيه الحديثه. عم معتز، انت بتتكلم كلام جميل جدا ومفصص الدنيا وبتقول لي خد في مخك. ايوه انا بقول لك خد في مخك وركز معايا، ركز معايا عشان انت حبيبي. طيب، تاني تعريف عندي النهارده هو مفهوم التاريخ. انا قايل لك ان الدرس بتكلم فيه عن الحضاره، خلصنا اسم الحضاره والتاريخ، يبقى انا هتكلم عن. تمام؟ يعني ايه تاريخ يا باشا؟ خلي بالك من التعريف، لان التاريخ تعريف مهم جدا. اللي هو ايه تعريف تاريخ؟ قال لك يا باشا: علم يتناول حياه الانسان في كافه الازمنه المختلفه، فرعوني، اسلامي، حديث، معاصر، كل العصور المختلفه. يبقى تاني يا باشا: علم يتناول نشاط الانسان في كافه الازمنه المختلفه لفهم الحاضر والاستشراف بالمستقبل. يبقى تاني يا باشا: علم يتناول نشاط الانسان في كافه الازمنه المختلفه لمعرفه الماضي وفهم الحاضر والاستشراف بالمستقبل. يعني ايه يا مستر معتز؟ لفهم الحاضر والاستشراف بالمستقبل والحاجات اللي انت بتقولها ديت. بص يا عم الحاج، في كافه الازمنه المختلفه قلناها خلاص، فرعوني واسلامي والحاجات ديت. طيب، لمعرفه الماضي نعرف ايه اللي حصل في الماضي. طيب، وبعدين فهم الحاضر، لما نعرف ايه اللي حصل في الماضي يعني هنفهم ايه اللي هيترتب عليه ايه. الاستشراف بالمستقبل، يبقى احنا مترتبين وفاهمين ايه اللي هيحصل بعد كده. طيب، اللي طلع دلوقتي يا اولاد اهميه دراسه التاريخ. اهميه دراسه التاريخ، تيجي دلل، تيجي يا عم دلل اهوت. ومن كل سطر هنطلع منه اختار. من كل سطر من معظم الاسطر هيطلع اختار. يلا، اول حاجه كده عندي واحد: استخلاص الدروس والعبر من تاريخ الامم السابقه، اللي انت بالنسبه لك الحكايه اللي احنا بنحكيها دي. يبقى واحده ايه بقى؟ استخلاص الدروس والعبر من تاريخ الامم السابقه، اللي هي ايه؟ الحكايات اللي احنا بنحكيها لك. اثنين: الاقتداء بالقدوات الصالحه من الشخصيات التاريخيه يقتدي بها الناس، اللي هي الشخصيات التاريخيه اللي احنا على مر التاريخ بندرسها. يبقى واحد اتنين نقول له يا باشا: استخلاص الدروس والعبر من تاريخ الامم السابقه، يعني الحكايات بتاعت زمان. اتنين: الاقتداء بالقدوات الصالحه من الشخصيات التاريخيه ليقتدي بها الناس. ثلاثة: تنميه الشعور بالمسؤوليه للمكتسبات التي حققها المجتمع، المساهمه في حل مشكلته. ثلاثة: تنميه الشعور بالمسؤوليه والمحافظه على المكاسب التي حققها المجتمع والمساهمه في حل مشكلاته. هنا في الحته دي يجيب لك صوره، تمام كده، لمتحف، لمسله، لعمود، واحد مثلا كاتب لك ايه: سماح واحمد الحب كله، سماح واحمد الحب كله، كاتبينها على مسله كده تاريخيه. طبعا هنا يجيب لك ده اسمه ايه في التاريخ؟ تنميه الشعور بالمسؤوليه، يبقى لازم نحافظ. يجيب لك متحف الموميات اللي عامله الرئيس السيسي، يقول لك ده تنميه الشعور بالمسؤوليه. رقم 4 والاهم، عشان لوحديها ديت بما تفسر، يبقى التقليل من حده التعصب. بما تفسر هنقول له: لان العالم لم يقم على حضاره واحده او عنصر واحد او لغه واحده، فلكل امه يا مستر معتز نصيبها في تحقيق الحضاره. قال لك اهو: لان العالم لم يقم على حضاره واحده او عنصر واحد او لغه واحده، فلكل امه نصيبها في الحضاره. بدات في الشرق، الشرق عمل حته، راحت الغرب، الغرب عمل حته، رجعت الشرق كملنا حته، رجعت الغرب عملت حتى اللي احنا فيها دلوقتي. يبقى 1 2 3: 1 استخلاص الدروس والعبر من تاريخ الامم السابقه. 2 الاقتداء بالقدوات الصالحه من الشخصيات التاريخيه اللي يقتدي بها الناس. 3 تنميه الشعور بالمسؤوليه.
في المحافظه على ما حققه المجتمع. 4 التقليل من حده التعصب، لان العالم لم يقم على حضاره واحده او عنصر واحد او لغه واحده، فلكل امه نصيبها في تحقيق الحضاره. كل سطر من ال4 اللي قدامي فيهم سؤال اختار. تمام تمام. طبعا احنا هنحل دايما على كل حاجه عندنا. يعني الدرس يخلص، الفيديو اللي بعده حل. العصور التاريخيه. العصور التاريخيه يا باشا، يبقى انا بتكلم عن العصور التاريخيه اللي انا هتكلم فيها على مر العصور كلها. والعصور التاريخيه ولاد اتقسمت ل4 عصور: عصور قديمه، وعصور حديثه، وعصور معاصره. فين الرابعه؟ العصور الوسطى. يبقى قديمه، وسطى، حديثه، معاصره. تاني يا باشا، تاني. قديمه، وسطى، حديثه، معاصره. طب يا عم معتز، كده نبدا بيها مستر معتز. الاول كده العصور التاريخيه بدات بمعرفه الانسان الكتاب. يبقى العصور التاريخيه بدات امتى واتعرفت امتى؟ مع معرفه الانسان الكتاب. طب يا عم معتز، وبعدين تبدا بالعصور ايه يا مستر معتز؟ العصور القديمه. بدات من امتى؟ ركز، بدات من امتى عشان بدات هيتحط عليها سؤال اختار، وانتهت هيتحط عليها سؤال اختار. بدات من الالف الرابع قبل الميلاد. بدات بالالف الرابع قبل الميلاد. انتهت امتى يا عم معتز؟ انتهت سنه 476. 476. ايه اللي حصل في 476 يا معتز؟ سقوط الامبراطوريه الرومانيه. فين الاختيار اللي انت هتقولها يا عم معتز؟ اقول لك يا عم. انتهت العصور القديمه بسقوط الامبراطوريه الرومانيه. حلو يا باشا، حلو يا سيدي. يلا اللي بعده، اللي بعده ملامح العصور القديمه. معرفه الانسان الزراعه، فعرف مع الاستقرار على ضفاف الانهار. يبقى معرفه الزراعه والاستقرار في العصور القديمه. طيب ماشي. معرفه الكتابه، بناء المقابر والمعابد، عصور قديمه. ماشي ماشي. ايه تاني؟ قيام الحضارات القديمه في الشرق القديم وحوض البحر المتوسط، زي الحضاره المصريه القديمه، وحضاره فينيقيا، وحضاره بلاد الشام، وحضاره بلاد بين النهرين، وحضاره فارس. اهو يا باشا. الحضاره المصريه القديمه، حضاره بلاد العراق، حضاره فينيقيا، حضاره بلاد فارس. دي كده كل العصور القديمه. طب بعد كده العصور الوسطى. بدات امتى يا عم معتز؟ العصور الوسطى 476 قبل الميلاد، اللي هي سقوط الامبراطوريه الايه؟ الرومانيه. اهو يا باشا. من 476 قبل الميلاد سقوط الامبراطوريه الرومانيه الى 1453. الى 1453. اشمعنى 1453 يا عم معتز؟ اقول لك. لا، 1453 حصل ايه؟ بس فين اللايك؟ فين اللايك؟ صحيح. 1453 حصل ايه يا باشا؟ سقوط يا عم، فتح القسطنطينيه عاصمه الدوله البيزنطيه على يد يا برنس محمد الفاتح. هو ده برنس الجيل اللي قضى على العصور الوسطى عشان نبدا العصور الحديثه. يبقى بدات امتى يا معتز؟ 476 ميلادي لحد 1453 ميلادي، فتح القسطنطينيه عاصمه الدوله البيزنطيه على يد محمد الفاتح اللي هو الخليفه العثماني. ملامح العصور الوسطى. ملامح العصور الوسطى لازم تركز فيها. طيب يلا بينا. انتشار المسيحيه عصور وسطى. سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على الحياة في أوروبا عصور وسطى. يبقى انتشار المسيحية عصور وسطى. انتشار المسيحية عصور وسطى. سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على كافة أنواع الحياة في أوروبا عصور وسطى. انتشار الإقطاع والجهل والتخلف في أوروبا عصور وسطى. انتشار الإقطاع والجهل والتخلف في أوروبا العصور الوسطى. انتشار الإسلام في القرن السابع الميلادي وانتشار الفتوحات الإسلامية في العصور الوسطى. انتشار وازدهار الحضارة الإسلامية والفتوحات الإسلامية من الصين شرقا للأندلس غربا في العصور الوسطى. في العصور يا مستر معتز الوسطى. برنس الجيل. العصور الوسطى تتميز بالطابع الديني. يعني ايه تتميز بالطابع الديني؟ ما انا هديك معلومات. تتميز بالطابع يا نجم الديني. هديك ايه؟ هديك معلومات اهو الديني. هديك اهو. يبقى العصور اللي تتميز بالطابع الديني العصور الوسطى. تقول لي ليه يا مستر معتز؟ اقول لك بسبب انتشار المسيحيه، سيطره الكنيسه الكاثوليكيه على امور الحياه في اوروبا، انتشار الاقطاع والجهل والتخلف في اوروبا. اقول لك كمان ظهور الاسلام في القرن السابع
الاسلامي وانتشار ازدهار الفتوحات الاسلاميه من الصين شرقا للاندلس غربا. فدي لوحدها ده اهي 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 مهمه 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 مهمه. ليه؟ هيجي يقول لك فتح القسطنطينيه تقول لي في العصور الوسطى، فتح الاندلس في العصور الوسطى، فتوحات الاسلاميه في اي حته، فتوحات اسلاميه في اي حته، عصور وسطى عصور وسطى عصور وسطى، طابع ديني عصور وسطى، انتشار مسيحيه عصور وسطى، انتشار اسلام عصور وسطى. ماشي يا برنس؟ ماشي. بعد العصور الوسطى نخش في العصور الحديثه. بدات امتى؟ 1453 اللي هي فتح القسطنطينيه. لحد امتى يا مستر معتز؟ 1914 اللي هي ايه؟ الحرب العالميه الاولى. الله، يعني بص كده يالا، 1919 16 15 كل دي عصور معاصره، عصور معاصره. بدأ عندنا ال 14 بقت معاصره. قال لك 1914 قيام الحرب العالميه الايه؟ الاولى. كده انتهت العصور الايه؟ الحديثه. مظاهر العصور الحديثه، ايه اللي حصل في العصور الحديثه؟ تعال نشوف ايه اللي حصل في العصور الحديثه. ظهور النهضه الاوروبيه، قيام حركه الكشوف الجغرافيه. الله، مهمه 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 مهمه، تركز متركز عليها. يعني ايه الكشوف الجغرافيه؟ يعني يجي يقول لك اكتشاف امريكا الشماليه، عصور حديثه. اكتشاف امريكا الجنوبيه، عصور حديثه. انتاركتيكا حديثه. استراليا حديثه. اي اكتشاف قاره حديثه. ها، شوف جغرافيه، عصور حديثه. ثوره صناعيه حديثه. يبقى تاني يا باشا، النهضه الاوروبيه حديثه، شوف جغرافيه حديثه، ها، قيام الثوره الصناعيه حديثه، ظهور الاستعمار الاوروبي حديثه. ظهور الاستعمار الاوروبي حديثه. ده ايه الحلاوه والعظمه والافيهات والتكات والحركات دي يا عم معتز؟ تعالى لي. اخر حاجه، العصور المعاصره. انا عارف ان انا وصلت للنهايه وانت ما دعمتناش باللايك لغايه دلوقتي. انت ما تتكتش على زرار اللايك ولا الشير ولا حتى صليت على النبي حتى في سرك حتى. تمام؟ العصور المعاصره يا نجم النجوم. بدات 1914 اللي هي الحرب العالميه الاولى. حتى الان، اللي حتى الان حتى شغاله لغايه دلوقتي ما وقفتش. ما هو ما فيش حاجه وقفتها، قال لك حتى الان. لو انت بقى قلقان من حاجه خلي بالك منها بقى، عشان انا مش قلقان. لو انت قلقان بقى دي بقصتك انت. انت مركز معايا يا قلبي ولا مش مركز معايا؟ ركز بقى معايا، خليك معايا يلا. الملامح، الملامح في المعاصر في سلبيات في ايجابيات، في سلبيات في ايجابيات. يا عم انت بتقول ايه؟ في سلبيات يا باشا، في ايجابيات. ها، ايجابياتها يعني الحاجات الكويسه اللي حصلت فيها. التحرر من الاستعمار. الله، ظهور حركه التحرر والاستقلال من الاستعمار. هبوط الانسان على سطح القمر. وقبلها ظهور الثوره التكنولوجيه والمعلوماتيه والاختراعات المتنوعه. يبقى واحد اتنين، ظهور حركه التحرر والاستقلال من الاستعمار، ظهور الثوره التكنولوجيه والمعلوماتيه والاختراعات المتنوعه، هبوط الانسان على سطح القمر واكتشاف الكواكب. يبقى هبوط الانسان على سطح الارض معاصر، اكتشاف الكواكب معاصر، التحرر من الاستعمار معاصر. انت عاوز ايه تاني؟ سلبيات. العصر الوحيد من العصور التاريخيه اللي فيه سلبيات هو المعاصر. في ايجابيات وفي سلبيات، يحمل الكثير من التناقض. مين هو؟ المعاصر. يعني تناقض، يعني في ايجابيات وفي سلبيات. طب ايه السلبيات؟ انتشار الامراض. الحروب العالميه المدمره للبشر. الحروب العالميه المدمره للبشر. تفشي الامراض الخطيره. تلوث البيئه. ولا سمعنا في اي عصر من العصور اللي فاتت عن تلوث بيئه. ولا سمعنا في اي عصر من العصور اللي فاتت عن امراض. ولا سمعنا عن اي حاجه فيها حروب ودمار وكلام من ده غير في العصور المعاصره. بكده نكون خلصنا اول درس تاريخ الصف الاول الثانوي العام والازهر. فلو انت اول مره تتفرج علينا تدعمنا باللايك وتشترك في القناه وتصلي على النبي في الكومنتات، شارك اصحابك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.